هذه قصة عظيمة عن أثر كلمة بسم الله. يروى أن امرأة صالحة كانت تعود نفسها أن تبدأ كل عمل تقوم به بقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا طبخت قالت بسم الله، وإذا غزلت أو نسجت قالت بسم الله، وإذا أغلقت بابا أو قامت بأمر يسير لم يفارق ذكر الله لسانها. غير أن زوجها كان رجلا قاسي الطبع بعيدا عن القيم الدينية، فكان يتضايق من ذلك كثيرا ويقول ساخرا في ضجر بسم الله مرة أخرى، ألا تملين من تكرارها؟ فكانت زوجته تجيبه بهدوء ولطف، يا زوجي إن هذه الكلمة تجلب البركة. لكن هذا الكلام زاد الزوج سخرية واستهزاء، وقال في نفسه سأجعلها تندم على بسم الله التي ترددها دائما. وبعد أيام قليلة أعطاها مبلغا من المال وقال لها احفظي هذا المال جيدا. فأخذته الزوجة وهي تقول بهدوء بسم الله الرحمن الرحيم، وفي غفلة منها أخذ الزوج المال سرا وألقاه في البئر التي خلف البيت، وكان واثقا أنها ستقع في حيرة عندما يطلبه منها. ومضت أيام ثم قال لها ذات يوم يا زوجتي أعطيني المال الذي أمرتك بحفظه. فتوجهت المرأة إلى الدرج الذي كانت تضع فيه المال، وكعادتها قالت بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا بالمال موجود كما هو بإذن الله تعالى. فأخذته وقدمته لزوجها، فوقف الرجل مذهولا وقال بوجه تغمره الدهشة والله أنا بنفسي ألقيت هذا المال في البئر. عندها بكى بكاء شديدا وسجد لله تائبا مستغفرا، وعلم أن البركة كلها في ذكر الله. ومنذ ذلك اليوم لم يكن يبدأ خطوة في حياته إلا وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم